اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا ان شاء الله هعمل لكم احلى صينيه بسبوسه. طبعا الشتاء بحب الحلويات. كنافه، بسبوسه، اللهم صل على النبي. كل حاجه حلوه الشتاء بحبها. ليه؟ لان اولادنا بيبقوا جايين من الدروس وبيبقوا محتاجين حاجات زي كده. واحلى حاجه كمان بيحبوها هي البليله. البليله ديت محبوبه قوي في الشتاء. فاحنا ان شاء الله هعمل لك احلى صينيه كنافه، وان شاء الله هتبقى احلى من اللي بتيجي من بره باذن الله. انا معايا كوبايه لبن، معايا كوبايه سمنه، ومعايا نص كوبايه سكر، معايا بيكنج باودر، ومعايا نص كيلو دقيق بسبوسه، ومعايا معلقتين، اللهم صل على النبي، معلقتين بشر او 3 معالق بشر، ومعايا بيكنج باودر. طبعا انا جايبه معلقه صغيره خالص بيكنج باودر. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ بس خليكي اهم حاجه معانا للاخر، ما تنسوناش والله كل الاشتراك، وهنبدا وهنقول بسم الله وتوكلنا على الله. انا معايا حاجه زي كده، اي حاجه حله، اي حاجه هتحطها على النار زي ما انت شايفه اهيت. معايا السمنه. الحاجات ديت لازم تسخنيها بس ما تغليهاش، احنا هنسخنها بس. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنحط نص كوبايه السكر زي ما انت شايفه. هتقلبيها تقليبه. ليه؟ لان الحاجات ديت يعني ما تسيبهاش لما تغلي وتقولي ايه. احنا بس تدفيه بس بسيطه زي ما انت شايفه. النص كيلو بسبوسه، دي بسبوسه 3 كوبايات دقيق. لو عاوزه تعايني وما عندكيش ميزان 3 كوبايات دقيق. احنا هندوب السكر. على فكره انا ببقى اعمل عنده الشربات بقعد عنده مده طويله، بس انا هسخنه بس معاكم، او ممكن اوريكم برضو الشربات بتاع البسبوسه ازاي. طبعا كلنا في كتير عارفينه، انا بتكلم عن البنات الحلوه اللي لسه بادئين واللي لسه متجوزين، ربنا يسعدهم ويفرحهم يا رب. البسبوسه يا دوبك تقليبه وخلاص، اكتر من كده مفيش. انا طبعا مسخنه الفرن زي ما انتم شايفين. احنا هنسيبها زي ما انت شايفه، وهنروح نجهز المواد الجافه كلها مع بعضها. زي ما انت شايفه انا فرغت نص كيلو دي البسبوسه. زي ما انت شايفه هنحط 3 معالق بشر، وهنحط معلقه صغيره بيكنج باودر مش كبيره قوي. هنقلب كله ببعضه كده زي ما انتم شايفين. احنا هنحط الفانيليا في الشربات. في نفس الوقت لو انت عندك سمنه بلدي اعمليها بسمنه بلدي. بسم الله كده خلاص. ده المواد الجافه. هنرجع تاني كده خلاص طفينا عليه تقليبه كده بسيطه. هجهز الصينيه معاكم. انا معايا صينيه لازم تدهنيها سمنه او زيت زي ما انت شايفه كله من الجنوب لكله زي ما انت شايفه. طبعا احنا دلوقتي هنخش الصينيه ونيجي على المواد الجافه كلها. انا معايا دلوقتي نفرغ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. تقليب. طبعا البسبوسه ما بتعجنش فيها كتير، تقليبه 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 بس كده اهو. بسم الله اهو في ساعتها كده اهو. كده خلاص اهو كمان تقليبه وخلاص. طبعا الفرن سخن. كده الصينيه كل حاجه جاهزه. هنفرغ بقى البسبوسه الحلوه ديت بسم الله. هنسويها خليها حلوه كده معاكي زي ما انت شايفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هظبطها معاكم وهرجع تاني اوريها لكم. كده انا خلاص صينيه البسبوسه. عندي بقى حاجات كده لقيتها بصراحه في الفريزر. هنحط بقى شويه كده بصوت الموجود عندك. لو عندك سودان وحطوا سودان مفيش اي مشكله. شو اي حاجه عندك حطيها مش هتقولك لا. زي ما انت شايفه كده بسم الله يا رب. زي ما انت شايفه كده فرن سخن وهنحط كده بسم الله. زي ما انت شايفه كده احلى صينيه بسبوسه ان شاء الله. هنحطها في الفرن ونعمل معاكم الشربات. معايا دلوقتي كوبايه وربع ميه، معايا كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص سكر، عصره ليمونه، فانيليا. بس انا
مش هحط السكر دلوقتي، مش هحط الليمون دلوقتي، هحطه ان شاء الله بعد ما تقرب تيجي نبقى خلصنا خلاص. انت مش هتقلبيها عشان ما تسكرش، سيبها زي ما هي كده هتغلي، وبعد شويه هعصر الليمونه بس مش دلوقتي، وبعد كده هحط الفانيليا. بسم الله ما شاء الله اللون عامل ازاي. احنا بقى الشربات اتعمل، هنسقي بقى. اسقي خالص براحتك كده، طول ما البسبوسه بتشرب الميه تعرفي ان هي ناجحه معاكي. ان شاء الله عليها بتشرب، معلش بتشرب السكر بتاع الشربات بتاعها زي ما انت شايفه كده خلاص. بسم الله ما شاء الله عليها. بسبوسه عامله ازاي، احلى صينيه بسبوسه هتعملي حاجه لاولادك في البيت، احلى طريقه، وما بتاخدش حاجه منك وما بتاخدش اي وقت، وانت واقفه كده حتى بتعملي الغدا مش هتاخد منك 10 دقايق. اهم حاجه الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.